اكيد كاين موضوع اللي طرح نفسه بكل قوه وما يمكنش ما نتكلموش عليه، انما ما غاديش نتكلموا عليه بالشكل اللي كيفرضوا علينا او كيحاول يفرضوا علينا الناس او البعض، على كل حال مع الاحترام ديال الاراء كلها، ديال التقديرات كلها، وديال المواقف كلها. كنأمنوا بحرية التعبير قولا وفعلا. الموضوع هو بطبيعة الحال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس. ومن اللي كنتكلموا على حرب بين إسرائيل وحركة حماس كنتقيو الكلمات، يعني ما كنستعملوش أي كلمة جات في البال أو لا أي كلمة اللي جات في الكلافي. طبعا كلنا شفنا التطورات الميدانية في الساعات الأخيرة، خصوصا في الساعات الأخيرة الوضع على ما يبدو مفتوح على المجهول بصيغة أدق مفتوح على الفظاعة، وكاين المؤشرات ديال الفظاعة. وللتدقيق الحرب وهذه ما غنختلفوش فيها، على الأقل بيناتنا حنا ثلاثة، الحرب ماشي نزاهة، ماشي نشوة، ماشي قصارة، ماشي فراجة، ماشي شي حاجة اللي كتفرح. الحرب ممكن كتعرف وكتحكم في البداية ديالها وفي السيناريو ديال البداية ديالها، ولكن مستحيل أنك تتوقع أو لا تتحكم في النهاية ديالها ولا حتى في السيناريوهات ديال النهاية. يونس عمر كنا تناقشنا مطولا في الكواليس كما هي عادتنا مع جميع المواضيع اللي كتكون شائكة، ويمكن واحد المبدأ اللي جمعنا هنا من ضمن مبادئ أخرى هو أنه في الملفات اللي كيكون فيها نقاش والمواضيع اللي كيكون فيها نقاش متفقين، كنختلفوا في تفاصيلها ولكن كنتفقوا على أنه كنتفاداو التبسيط، كنتفاداو التسطيح، كنتفاداو دغدغة المشاعر، كنتفاداو نعاودها، كنتفاداو التبسيط، كنتفاداو التسطيح والاستسهال، وكنتفاداو دغدغة المشاعر. يعني ما كنتكلموش باش كنديروا الخطر، كنتكلموا بقناعات وبمبادئ وبما نعتقده صوابا في إطار حقنا في التعبير على الرأي. ولكن كيفما كان اختلافنا أو اتفاقنا على هذه المبادئ ما يمكنش غادي نلغيو إنسانيتنا. احنا بشر من دم ولحم وروح. انطلاقا من هذه القاعدة، السقوط ديال المدنيين بالصور اللي شفناها وكنشوفوها بالصوت والصورة كنظن بأنه وصل لواحد المستوى ديال البشاعة رهيب جدا، مجازر حقيقية. طيب شنو ممكن يكون موقفنا؟ هذا سؤال مشروع. تسمحوا لي نتكلم بسميتكم. إنسانيا ومبدئيا وانطلاقا من القناعات اللي كندافعوا عليها دائما ماشي حتى دابا، مستحيل نقبلوا بمجازر في حق مدنيين مهما كان المرتكب ديالها، خصوصا في الظروف وفي الحيثيات وفي الغموض اللي كنشوفوه. وطبعا كاين تفاصيل اخرى يمكن ماشي وقتها باش نفصلوا فيها ونتكلموا فيها. من اخلاقيات غرفة الفار انه في الوقت ديال الدم كيكون سايل باقي سخون كنتفاداو ندخلوا في الجدالات وفي النقاشات اللي ممكن كتأدي بنا بعيدا على صلب الإنسانية. ولكن إلا ما قدرناش ندخلوا في تفاصيل، المغرب وحنا جزء من المغرب موقفه الجماعي، وممكن تكون تفاصيل في إطار حرية التعبير، في إطار حرية الرأي، في إطار حرية الاعتقاد والمعتقد،
الموقف الجماعي ديال المغرب الرسمي كيأثروا بلاغ انا شخصيا كنوصفه بالحكمه والتوازن والمبدئيه. هذا بلاغ ديال وزاره الشؤون الخارجيه والتعاون اللي خرج ساعات من بعد اندلاع بقى حتى حد كيخبي بانها حرب. الموقف فيه ما يلي نذكر بابرز نقاطه. المغرب طالما حذر من تداعيات الانسداد السياسي على السلام في المنطقه. المغرب طالما حذر من مخاطر تزايد الاحتقان والتوتر. البالغ في الدعوة إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف وإلى العودة للتهدئة وتفادي كل أشكال التصعيد. وطبعا نهج الحوار والمفاوضات يظل السبيل الوحيد للوصول إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين. من غير هادشي كان وزارة الخارجية بتعليمات ملكية دعت إلى اجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب للتشاور والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة واندلاع أعمال عسكرية تستهدف المدنيين وكذا البحث عن سبل إيقاف هذا التصعيد الأخير. هذا هو الموقف ديال المغرب. ممكن يكون مواقف ديال الناس إما في هذا الاتجاه أو ذاك، ولكن قلت النقاط اللي فيها بزاف ديال النقاش كاينة حاضرة بشدة وبقوة، ولكن احتراما للحظة ديال الدم كيسيل والمجازر كتوقع نؤجل هادشي. ما ورد في دعوة وزارة الخارجية بتعليمات ملكية وما ورد في بلاغ وزارة الخارجية اللي هي نذكروا إلى من يحتاج ولا لمن يحتاج تذكير، نذكروا بأن وزارة سيادية تمثل الآلة الدبلوماسية للمغرب. اللي كنقولوا الآلة الدبلوماسية للمغرب كنقولوا ملك البلاد. الموقف المغربي نعاود باش نلخص موقف مبدئي فيه ما يكفي من الواقعية، فيه ما يكفي من الرزانة، فيه ما يكفي من التماهي مع القناعات ديال البلاد وديال ملك البلاد والوضوح ديالو في هذا الملف اللي ما باستطاعة أي كان أن يزايد علينا فيه. والمغرب ما كيبدلش جلده، نركز عليها، المغرب ما كيبدلش جلده. نطويو هذا الملف إلى حين أن تتضح الرؤية، وهي بنا إلى المونديال.